السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوية فول جمال جدا بطريقة بسيطة، وفي نفس الوقت هنضيف لها مكون انا عن نفسي اول مرة اعرفه، وكنت دايما عايزة اعرف ليه القوام بتاع الفول اللي احنا بنشتريه من بره دايما مختلف عن اللي احنا بنعمله في البيت، رغم ان انا عملت معاكم الفول اكتر من مرة بس ما بيطلعش برضو القوام زي اللي احنا بنشتريه من بره، وخاصة بيبان اكتر لما الفول بيبرد. فانا لما عرفت المكون ده حبيت ان انا اعمل معاكم الفول، وفي نفس الوقت اقول لكم على المكون اللي انا عرفته عشان نفيد ونستفيد مع بعض. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. واول حاجه معانا هنا نص كيلو من الفول. دايما لما تيجي تشتريه اشتري الحبايه الفاتحه، يعني تقولي للبياع انا عايزه فول بلدي، بيستوي معاكي بسرعه وما بياخدش وقت كتير على النار. بعد كده بننقعه في الميه لمده 12 ساعه. 12 ساعه عشان خاطر يطلع الغازات السامه الموجوده فيه، تمام، وكمان برضو بتساعد على عمليه التسويه بسرعه. ودلوقتي بعد مرور 12 ساعة صفيته طبعا من المية وشطفته، فما شاء الله شايفة الحباية كبرت معاكي ازاي، الفول زاد معانا. ودلوقتي معانا معلقتين كبار كده من الفول المدشوش، دون الفول بتاع الطعمية، غسلته طبعا ونقعته شوية. وبعد كده جبنا كمان معلقتين كبار كده من العدس الأصفر. طبعا انت ممكن تستبدلي العدس الاصفر بحمص الطبيخ، طبعا الحاجات دي كلها بتزود القيمة الغذائية للفول، وفي نفس الوقت بتخلي القوام بتاع المية بتاعة الفول جميل جدا. ودلوقتي انا جبت حله كده عشان خاطر المره دي هنعمل الفول هنسويه في الحله. كل مره انا بسويه معاكم في الدماسه اللي هي الفواله وبيطلع ما شاء الله زي الفل، بس المره دي حبيت ان انا اعمله معاكم في الحله عشان مش كل بيت الدماسه متوفره فيه، فبالتالي نقدر ان احنا نسوي برضو في الحله. وبعدين الدماسه بتحكمك بكميه معينه، الحله ان انت تقدري تعملي اي كميه انت عايزاها. ودلوقتي بعد ما اضفنا الفول والفول المدشوش والعدس، دلوقتي هنضيف هنا ليمونه. الليمونه دي انا مقشراها ومقطعاها نصين كده، شايله منها البذر، هنضيفها على الفول. وفايده اضافه الليمونه ديت عشان تحافظ على اللون بتاع الفول ما تخلوش يغمق. ودلوقتي انا على نص كيلو فول هحط له رتل ونص من الميه، والرتل ونص ميه دون هيكون كافي جدا لانه يسوي لك الفول، يعني اثناء ما هو بيستوي مش هتحتاجي خالص ان انت تزودي الفول. ودلوقتي هغطي الحله وارفعها على البوتاجاز، وفي الاول هعلي النار لحد ما يغلي. ودلوقتي بعد الفول ما غلي معانا بالشكل اللي قدامك ده، هنهدي النار خالص كده، هديه على اهدى حاجه عندك، وما تفتحيش عليه غير بعد ساعتين 2 اقل حاجه، تمام. ويا ريت يا حبايبي اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يدعمنا باللايك، واللي اول مره يشوفنا اتمنى ينورنا في القناه. ودلوقتي احنا هنضيف المكون الاساسي اللي احنا عرفناه من بتوع المطاعم. اول حاجه هنا بنضيف نص كوبايه كده من الميه في الطبق كده. بعد كده بجيب معلقتين كبار من الدقيق. النص كيلو فول بتحطي له معلقتين كبار من الدقيق، ده المكون الاساسي اللي كل المطاعم بتعمل بيه الفول. وبعد كده هجيب شوية من الزعفران عشان يدينا اللون المصفر كده اللي احنا بنشوفه بره، بس طبعا بره ما بيحطوش زعفران لان هيبقى مكلف عليهم طبعا، لكن بيضيفوا حاجة اسمها اصفر اكسيد، فاحنا عايزين حاجتنا تبقى طبيعية، فاحنا عشان كده هنضيف الزعفران. ونقلب كويس لحد التكتلات بتاعت الدقيق دي ما تختفي تماما. وبعد كده دلوقتي بقى الفول استوى، هناخد الزعفران ونضيفه على الفول. بسم الله، الفول ما شاء الله استوى معانا وبقى زبدة سايحة. هنديله بقى اللون الطبيعي بتاعنا، ايد بتنزل باللون والايد التانية بتقلب. انا جيت اقلب بالمضرب هنا لقيته بيجمع الفول في قلبه، فشلت المضرب خالص وقلبت بالمعلقة. ودلوقتي هنسيب الفول يغلي كده على نار هادية لمدة 5 دقايق بالظبط عشان نوصل للقوام الممتاز الجميل اللي بنشوفه في المحلات بره. ودلوقتي بعد مرور ال5 دقايق هنغرف احلى طبق فول. بسم الله، شايفة بقى معانا الفول كده، شايفة الجمال، حاجة كده جميلة جدا، شكله جميل جدا والقوام بتاعه ممتاز ولونه مفيش احلى من كده. يلا مستنية ايه؟ قومي بسرعة كده، همي كده واعملي بقى شوية فول ممتازين كده في البيت، حاجة كده كهرمان، وفي نفس الوقت احسن من المطاعم كتير، موفر
وصحي. وكمان انت هتجهزي بقى الاكله بتاعتك وتحطي في الفريزر كده وتفرزي عشان خاطر يبقى جاهز للسحور ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير. هيوفر عليكي كتير جدا، بالاضافه لان انت دلوقتي لو انت بتشتري مش هيكفيكي، الحاجه دلوقتي بقت غاليه، ويلا وفري لبيتك وعيالك. ويا رب اكون افدتكم بالفيديو بتاع النهارده ونال اعجابكم.